تخيل نفسك بعد سنة من دلوقتي إنك كملت في المجال اللي أنت اخترته، حتى لو ما كنتش حاسس بشغف تجاهه من البداية. تخيل إنك بقيت كويس فيه، وإن الناس بقت تيجي تطلب منك مساعدة. تخيل إن حد بيقولك أنت غيرت حياتي، والثقة اللي أنت هتحس بيها. تخيل الفخر اللي أنت هتحسه تجاه نفسك، والإنجاز اللي أنت هتحققه. ده مش حلم، ده واقع ممكن يحصل لو بطلت تستنى الشغف. إيه بقى ممكن تبقى الخطوات العملية اللي تقدر تاخدها من النهاردة؟ أولاً، اكتب 3 حاجات أنت كويس فيهم حتى لو مش بتحبهم قوي. حاجات عندك فيها مهارة حتى لو بسيطة. تاني حاجة، اختار واحدة من ال3 حاجات دي. اختار اللي فيها فرصة أكبر أو اللي فيها تأثير أكبر على الناس. ساعة واحدة كل يوم لمدة شهر. رابعاً، في نهاية الشهر اسأل نفسك هو أنا اتحسنت قد إيه؟ مش أنا حسيت إيه. فمثلا لو حسيت إنك اتحسنت كمل شهر تاني، لو حسيت إنك ما اتحسنتش يبقى المشكلة في الطريقة مش في المجال. داليا دلوقتي بتدير شركة ديكور مش صغيرة. مش بس كده، بقت بتعمل تصميمات لمشاريع كبيرة، وبقت بتحس بفخر حقيقي لما تشوف المكان اللي صممته وقد إيه هو بيأثر على الناس اللي عايشة فيه. نهى بقت من انجح الناس في التسويق في الشركه بتاعتها، وبقت الناس تيجي تطلب منها مساعده وبتحس انها ليها قيمه حقيقيه. سيف بقى من احسن دكاتره الاسنان في منطقته، وبقى عنده عياده كبيره، وبقى بيحس ان شغله له معنى حقيقي. ادم بقى مبرمج محترف، وبقى بيعمل شغل خاص بيه كمان، وبقى بيحس ان البرمجه مش مجرد شغل، بقت جزء من شخصيته. في فرق كبير قوي بين الشغف الحقيقي والشغف الوهمي. الشغف الوهمي هو اللي بنحس بيه واحنا قاعدين نتفرج على فيديوهات على اليوتيوب. الشغف الحقيقي هو اللي بنحس بيه واحنا بنشتغل حتى لو تعبنا. الشغف الوهمي بيخلينا نقول انا بحب الطبخ واحنا بنتفرج على برامج الطبخ، لكن الشغف الحقيقي بقى بيخلينا نقوم نطبخ حتى لو هنتعب، وحتى لو هنوسخ المطبخ. الشغف الوهمي بيخلينا نقول انا بحب الكتابه واحنا بنقرا كتاب، لكن الشغف الحقيقي بيخلينا نقعد نكتب حتى لو مش عارفين هنكتب ايه. السبب اللي خلانا نخاف من الالتزام هو ان احنا بنفتكر ان الالتزام معناه اننا هنفضل عايشين حياه واحده للابد، بس ده مش صح. الالتزام معناه انك تدي لنفسك فرصه حقيقيه تكتشف امكانياتك، معناه انك تشوف انت قد ايه قادر تبدع لما تفضل مركز على حاجه واحده. سيف لما التزم بشغل طب الاسنان ما كانش يعرف انه هيوصل للمستوى ده، ما كانش يعرف انه هيحس بالرضا ده. بص، هتيجي عليك فترات صعبه، فترات تحس فيها انك مش عايز تكمل، فترات تحس فيها ان اللي بتعمله ممل او مش مناسب ليك. في الفترات دي ما تاخدش قرارات كبيره، ما تقولش انا هسيب كل حاجه. قول لنفسك انا هعدي الفتره دي وبعدها هنشوف. داليا مرت بفتره صعبه جدا في الشهر الرابع. كانت حاسه انها مش بتتقدم، ان شغلها مش كويس، ان هي مش هتنجح. قلت لها داليا دي مجرد فتره كل الناس بتمر بيها، المهم انك ما تسيبيش شغلك في الفتره دي. وفعلا بعد اسبوعين بدات تحس التحسن، وبعد شهر كانت في مستوى احسن من الاول بكتير. الشغف مش هو الهدف، الهدف انك تعيش حياه ليها معنى، انك تحس انك بتاثر على المحيطين بيك، انك تحس انك بتنمو وبتتطور. والشغف مجرد واحد من الحاجات اللي ممكن تساعدك توصل للهدف ده، لكن هو مش الطريق الوحيد. في طرق تانية كتير قوي، الانضباط مثلا، الالتزام، الابداع والتاثير. كل الطرق دي ممكن توصلك لحياه ليها معنى. لما تبدا تطبق الكلام ده الناس حواليك هتبدا تسالك هو انت مبسوط؟ انت بتحب اللي بتعمله؟ انت مش حاسس انك مضطر؟ ما تردش على الاسئله دي بطريقه دفاعيه، قول لهم انا بعمل اللي محتاج اعمله، والسعاده هتيجي مع الوقت.